إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو يتبع الفيديو اللي درت قبيلة على الكلاب الضالة. بعض الإخوان، أكثرية الإخوان متياخدوهاش بمحمل الجد، تيهضر على الكلاب الضالة. الكلاب الضالة تتشكل خطر في المدن، وسيرتو في المدن الصغرى اللي فيها الكلاب الضالة بكثرة، تتجول تصول وتجول في مدينة سيدي سليمان. هذاك الشيء اللي تبغيش نصورو، وصورت لكم الفيديو، راه صورتو لكم قبل، وشتو شنو وقع فاس ولا ماشي شنو وقع فاس. رجل الأمن مسكين فسرسو الكلاب الضالة و توفي. واش هادشي؟ من المسؤول؟ نسائل الناس المسؤولين عن هاد الكلاب الضالة. الكلاب الضالة المسؤولين عنهم بالدرجة الأولى هي الجماعات المحلية، هي اللي خصها الكلاب، إما تقتلهم إما تفاكسينيهم، بحال كاين في أوروبا وأمريكا ولا تلقى لهم واحد الحل وفترسو. وقبل ما يفترسو هاد الرجل الأمن مسكين وفاته المنية جراء الكلاب الضالة بمدينة فاس، وقبال منو شحال هادي كلاب ضالة افترسو سيد بالدار البيضاء على الخامسة صباحا. افترسو الكلاب، جاب الله ما قتلوش، ولكن كما تنقولو بالعامية هنشروه، ما بقى فيه ما يدار. دابا هاد الكلاب الضالة اللي تنهضر ليكم عليها والمعتوهين بين قوسين حماق، تيجيبوهم تيحطوهم للخرجة، دخلة ولا الخرجة كيما بغيتي تسميوها نتوما، لا هاك يا غربية ولا جهة الشرقية، يعني مدينة سيدي سليمان والمدن الصغرى، وتيدخلو عندنا كل نهار تتشوف فوج وخطير. هنا تيضربو الناس بالحجارة، تيضربو هادي تيضربو، حنا هادشي متنديوش بمحمل الجد، تنبقاو حنا تنقولو داكشي هانية، لا مهانياش. حنا مقبلين على تظاهرات كبرى فعلا، ولكن احنا بالنسبة لينا احنا ما عندناش ديك التظاهرات. مدينة سيدي سليمان مدينة مهمشة كسائر المدن المهمشة، ولكن الحمد لله راه عندنا واحد العامل اللي جا دابا أحسن بكثير من العمال السابقون. تنقولها لهم من هذا المنبر أنا، هاد الظاهرة عندنا حنا في مدينة سيدي سليمان. هاد الفيديو راه درتو لكم قبل من هذا، الكلاب ضالة وصورتهم، راه مشكلة كبيرة، والمعتوهين الناس مساكن ضو أمراض نفسية. أنا ما نقولوش حماق، ولكن تجيب الوقت أقولك حماق باش العامة تفهم. تيحطوهم وتيدخلو عندنا للبلاد، كل نهار تنشوفو فوج. يا إخواني أخواتي، هذه ظاهرة خطيرة بمدينة سيدي سليمان وبالمدن الصغرى وبالمدن المهمشة، بما فيها بزاف المدن اللي هي مهمشة. حنا دخلنا للسياسة حتى نعرفو بزاف الحوايج، وما نهضروش في السياسة، نهضروها في المسائل هذه. وبالنسبة للسيد رئيس ديما تنوجه له هاد النداء، رئيس المجلس المدني اللي هو في سبات عميق لا يحرك ساكنا هاد المدينة هادي، وراه قلت ليه السي عبد الوفي الفتيس وزير الداخلية حضر، وراه غتجي نوبتك، لا انت لا اللي سبقوك، كون على يقين اخويا. وخا تمشي تهرب، وخا انت تمشي فين ما مشيتي، بحال اللي دار داك رئيس المجلس الإقليمي الخلوقي، راه غتمشي فين ما مشيتي غيجيبوك. يا إخواني أخواتي، ما نطولش عليكم في هذا الفيديو، الله يخليكم، إلى فيديو لاحق إن شاء الله. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.